احنا في يوم بنتمرن جوه الملعب، حاجتين هحكي لك عليهم. وفجأة لقينا جمال عبد الحميد مش وسطينا. وفي 15,000 20,000 قاعدين في المدرج فوق بيخبطوا فين جمال فين جمال. فطلع كده في المسا ان جمال عبد الحميد مع مش عارف كان في حاجه كده كتبت مش فاكر اسمها. قعدنا ندور عليه ندور عليه ندور عليه. رحت انا والكابتن احمد رفعت وفاروق السيد ولمينا فرقتنا كلنا في عربيه ورحنا نشوفه فين. لقيناه في اسم عابدين قاعد مع مأمور الاسم. عشان جه اسمه مش عارف كان بيتكلم في التليفون فخدوا الاسم ده عشان كان حد في المخابرات مراصد بيه. المهم خلصنا مع المأمور وخدت انا والكابتن احمد رفعت بقى عشان نروحه. فقال لا انا هجيب اكل واوديها لفلانه. يا عم احنا لسه فل يا عم احنا لسه راح حطت ايدي في ايدي كابتن احمد. احنا الثلاثه حلف بربنا ان من النهارده ان انا هبقى في بني ادم تاني خالص. تصوم تصلي تزكي تعمل. قال لي من بكره احنا كنا بنروح التمرين مثلا التمرين الساعه 5 نروح 4 او 3 ونص. احنا اوضتنا جنب منهم. هم جايبين كده ضمان حديد وكانوا بيلعبوا فولي بالهيدز بالدماغ. فولي بالهيدز. فجاه لقينا الله اكبر الله اكبر الله اكبر صلاه العصر. كويس. دخلت انا وكابتن احمد رفعت دخلنا اوضه اللعيبه كبيره عشان نصلي. الافندي اللي اسمه جمال عبد الحميد راح رايح متوضي وجاب بشكير زي بتوع الحج. وراح مكلفت نفسه وراح جاي امام. قلت له امام وانت فاكر دي راس حربه؟ انت فاكر راس حربه ده انا جايبك امبارح؟ ولا انت عشان ساكن في السيده نفيسه تبقى انت امام؟ جمال عبد الحميد يا كابتن